في واحد الدوار في الجبل وقعت فيه واحد الجريمه، لا جوج جرائم حيروا جدارميه. وكيفاش الجريمه الاولى غادي تكشف على الجريمه الثانيه. واش ممكن الام تكون هي العدو الاول ديال ولدها؟ قصه اليوم فيها بزاف ديال الاحداث، فيها خيانه، شويق، فيها سر مدفون. تبع معايا حتى الاخر حيت التفاصيل غادي تصدمك. ولا كنتي اول مره كتشوفني خلي شي تعليق زوين، دير لايك، متابعه باش نوصلوا 3000 متابع اقرب وقت. نبداو القصه. الجريمه ديال اليوم هي احدى قضايا الدرك الملكي، ودارت الاحداث ديالها في سنه 1999 في نواحي ديال منطقه جباله كيقولوا لها الدشر. واحد السيده الاسم ديالها خديجه، في الوقيته ديال هذه الجريمه كان في العمر ديالها تقريبا 45 سنه. عندها واحد الولد كان في العمر ديالو شي 25 سنه والاسم ديالو حمزه. خديجه كانت مزوجه بواحد السيد وطلقت منه، ومن بعد غادي تعرف لواحد السيد الاسم ديالو التهامي، واثناء وقوع هذه الجريمه هذه كان في العمر ديالو شي 50 سنه. وتزوجت بالتهامي، كان فقير حقير جاي من واحد المنطقه بعيده بحوالي 600 كيلومتر، وجا لهذا الفيلاج وتعرفت عليه خديجه وتزوجت به. الوقت اللي تزوجت به السيد ما كان عنده والو، ولكن ولا كيتحكم في الاملاك ديال خديجه. خديجه كانت عندها واحد الفيرما وعندها شي اراضي، وفي نفس الوقت عندها جوج محلات ديال التكزارت والسوق. كانوا دوك المحلات هو اللي كيتصرف فيهم، هو اللي كيجيب السلعه، هو اللي كيتخلص، وحتى الفلوس هو اللي كيديها. اليوم غدا تهامي ولا واحد الانسان اللي هو قبيح جلخاء مع الزوجه ديالو، رجع كيضربها كيتكرفص عليها. الولد ديالها حمزه كان كيعيش معاهم وكيشوف بان الزوج الام ديالو كيتكرفص عليها، ولكن ما كيقدر يدير والو. لحقاش حمزه كان واحد الولد اللي فيه التوحد، ما كيعرف والو، ما كيجلس مع ناس، ما كيمشي للقهوه، كيخرج من الدار كيدور كيضرب دويره وكيرجع بحالو للدار. كان كيشوف الام ديالو كتضرب والو ما كيتحركش. هاد القضيه اللي خلات تهامي يزيد يستغل خديجه. وهذوك المحلات ديال التكزارت اللي عندها كان كيمشي لتما وكيبقى يدابز مع الخدامه، كان كيتحكم في الخدامه بحال شي عبيد. خدام كيخدم هو كيسب فيه، كيبقى يدابز معاه، وبزاف ديال الخدامه كيدابزوا معاه وكيمشيو بحالاتهم. عاوتاني كيجيب واحد اخرين وكيخدموا معاه وكيدير لهم نفس التصرف، كيمشيو بحالاتهم. هاد الامور غاديه على هاد الحال مده. واحد النهار التهامي مشى للمحل ديال التكزارت في السوق ولقى دوك الخدامه هزوا حوايجهم ومشاو بحالهم. وغد اللي جاب واحد اخرين، جاب واحد جوج اخرين كيخدموا معاه. وهاد الجوج هادو اول حاجه ملي جاو عند التهامي قالوا ليه شوف حنا نخدموا معاك، وراه هذاك الغواز وداك السبان وداك التصرف اللي كديروا مع الاخرين بلا ما تبقى ديروا معنا، حنا جينا نخدموا حنا على راسنا، ولكن راه دير معنا شي حاجه ها ولا راه ما غاديش يعجبك الحال، راه ما نعقلوش عليك. مره التهامي شاف راسو بان كاع الناس ما بقاوش كيحملوه، ما بقاوش كيبغيو يخدموا معاه، وغادي يبقى غيسلك معاهم. رجع السيد للدار ديك الساعات، ولما رجع عاوتاني للدار بقى كيضرب عاوتاني الزوجه ديالو خديجه، وولدها كيشوف بان الام ديالو كتعنف ولكن ما كيقدر يدير والو. بعض المرات حمزه كان كيشوف الام ديالو كتضرب وهو كيخرج من الدار كاع باش ما يتدخلش بيناتهم، حيت فايت ليه كان بغى يتدخل شي مره، ولكن الام ديالو بقات كتقول له ماشي سوقك بيني وبين راجلي، انت ما تدخلش. الولد ولا كيتفادى هادشي هذا، غير كيشوف راجل امو جا للدار كيخرج هو باش ما يتلاقاش معاه في الدار مره، باش ما يشوفش داك الامور اللي كانت كتوقع بين التهامي والام ديالو. حتى لواحد النهار السيد جا ناض كيداز مع الزوجه ديالو، حمزه خرج من الدار كيف ديما. واحد اللحظه غادي يخرج تهامي وغادي يمشي للسوق، مشى عند دوك الخدامه ديالو وناض عاوتاني كيدابز معاهم. صافي داك الاتفاق اللي كانوا دايرين صافي تسالى، بدا كيدابز معاهم. هادوك جوج خدامه ما رضاوش، هزوا الموس ونوضوها مع التهامي وبداو كيهدوه، بقاو كيقولوا ليه غادي نقتلوك يا اليوم يا غدا الا ما بعدتيش منا، وراه هادشي اللي كدير انت مع واحد اخرين حنا راه ما غنصبروش ليك، حنا والله ما نعقلوا عليك، راه اليوم ولا غدا غنصفيوها ليك. التهامي هرب بحالاتو، وقت اللي هرب عاوتاني رجع للدار. لما رجع للدار مره اخرى بقى كيدابز عاوتاني مع خديجه. حمزه عاوتاني خرج من الدار، دوز التهامي واحد الفتره في الدار، هو يخرج من الدار تقريبا مع ديك 8 خرج ومشى. رجع للسوق قال بحالات مطرقين، رجع بحالو من تما داز عند القراب اللي كيبيع الشراب. وهاد القراب فايتات عنده خديجه واحد المره، بقات كتقول لي شوف انت كتبيع الشراب انا راه ماشي سوقي فيك، ولكن الا بقيتي كتبيع الراجل الشراب والله حتى نجيب لك جدارميه. هذاك القراب ولا كيخاف من خديجه الا ديكلاري به. الوقت اللي جا عنده التهامي في هذيك الليله قال لي بيع لي الشراب. قرب قال له لا والو ما نبيعش لك، سير بحالك اخويا ما قاد على مشاكل، ومراتك راه جات عندي وحيحات عليا هنا، انا ما غاديش نبيع لك، سير شريه من المدينه ولا سير شريه من الفيلاج، المهم دير اللي عجبك. مشى بحالو ديك الساعات. ولكن التهامي هذيك الليله ما رجعش للدار. غد ليه في الصباح حمزه موالف كيخرج بكري كيضرب دوره في السوق. هاد الصباح مع ديك السبعه ديال الصباح الناس كيجيو للسوق، كاين واحد البلاصه كيرميو فيها الزبل حاشاكم في الشن ديال السوق. الناس اللي خدامين في السوق منهم الجزاره ولا الخضاره كيرميو الزبل تما حاشاكم. في هذاك الصباح الناس دايزين من تما وما يلاحظوا واحد الجثه ملوحه في البلاصه اللي كيرميو فيها الزبل.
زادوا قربوا شويه كيتاكدوا هما يتصدموا ملي عرفوا الجثه ديال التهامي هي اللي مرميه تما. حمزه كان كيدور تما حدا السوق كيسمع باللي لقاو شي واحد ميت، ما لقاو شي واحد ميت، جا لقى الزوج الام ديالو هو اللي مقتول. رجع للدار كيجري علم الام ديالو، قال لها التهامي راه صباح مقتول في البلاصه الفلانيه. خرجت خديجه كتجري والناس علموا جدارميه جاو لتما، عرفوا بان الامر كيتعلق بجريمه قتل. هنا تخبر النيابه العامه، جابوا فرقه مسرح الجريمه وكذلك عناصر ديال لابي جي. الوقت اللي دخلوا لمسرح الجريمه كيلاحظوا بان التهامي مقتول بطريقه بشعه، تقريبا فيه شي 40 طعنه اللي لقاو في الجسم ديالو، في الوجه ديالو، في الصدر ديالو، في الظهر، في العنق، في الفخاذ. المهم ما خلى فيه حتى بلاصه. اللي قتلو باين كان حاقد عليه وكان معوس فيه عليه، ما كانش باغي يعيش مره. قلبوا له جيوبو، لقاو عنده واحد البسطام فيه شي حاجه ديال الفلوس، ولقاو البطاقه الوطنيه ديالو. المهم الوثائق ديالو كاملين كاين. اذا الامر ما كيتعلقش بالسرقه وانما كيتعلق بتسييد حسابات. قلبوا تما على اداه الجريمه او شي حاجه اللي تقدر تفيدهم في التحقيق، ومع الاسف ما لقاو والو. غادي يهزوا الجثه لمستودع الاموات، قصد تشريح الوقوف على ملابسات وتحديد التاريخ ديال الوفاه. هذوك الناس اللي لقاو الجثه قال لك اسيدي حنا ديما كنجيو لهاد السوق، وكاين اللي خدام فينا وكاين اللي كيجي كيتقدى. كنا دايزين في هاد الصباح ولقينا هاد الجثه وعرفناها ديال التهامي. الجدارمي غادي يعرفوا من خلال البحث بان التهامي البارح في العشيه كان داز مع الخدامه اللي عنده في المحل ديال التكزارت. والناس ديال السوق شهدوا بان دوك الجزاره اللي كانوا خدامين مع التهامي كانوا متابعينه بالموس وكانوا كيهدوه وكيقولوا ليه غادي نقتلوك يا اليوم يا غدا. اذا عندنا واحد المتهمين. جدارميه غادي يمشيو يجيبوا الجزاره بجوج، وديك الساعات غادي تجي خديجه وحمزه غادي يستمعوا ليهم. كتقول خديجه قالت لهم اسيدي انا الزوج ديالي ما كيباتش على برا، ديما كيبات في الدار، ونادرا فين كيخرج وكيبات على برا، والبارح راه ما رجعش للدار. كتقول خديجه بان الزوج ديالها جا مع ديك السبعه د العشيه ودخل للدار ودابز معاها، مع ديك 8 خرج من تما ما رجعش. سولوها قالوا لها فين يقدر يكون مشى هذيك الساعات. قالت لهم اسيدي انا ما عارفاش، ملي كيبغي يخرج راه ما كيقولش ليا. سولوها عاوتاني الزوج ديالك واش عنده شي عداوه مع شي واحد؟ خديجه كتقول بلي انا راجل الله يرحمه كان عنده مشاكل مع كلشي، كيدابز مع كلشي، ما كيحترم حتى شي واحد، وديما فيما كان كيدخل كيدابز معاه وكيضربها. وشي حاجه اخرى انا ما عارفاش، الراجل ديالي ما عندوش شي عداوه دائمه، هو ديما كيتغوت مع الناس وكيدابز مع هذا ويدابز مع هذا. قالوا له واش كتشكي في شي واحد هو اللي يكون مشى للزوج ديالك؟ قلت لهم لا سيدي ما كنشك حتى شي واحد هاد الساعه. وكانت هذه الافاده ديال خديجه. غادي يجيبوا حمزه هو وغادي يسولوه، ولكن من خلال البحث كيتضح بان حمزه واحد السيد اللي هو كنقولوا غير سوي في العقل ديالو، ماشي نورمال. ولكن مع ذلك خداو منه شي حاجه، وكيقول هو بانه قال لهم انا كنجي للدار كنلقى التهامي كيضرب الام ديالي وانا ما كنرضاش، كنخرج من الدار. الوقت اللي كنخرج انا ما كنعرفش شنو كيوقع، كنرجع بحالي للدار كنلقاهم نعسوا، كنعس حتى انا. وهاد الصباح خرجت للسوق كيف العاده كندور بوحديتي، سمعت الناس كيغوتوا، مشيت كنلقى التهامي مقتول. رجعت للدار علمت الام ديالي، سولو قالوا له واش الزوج الام ديالك عنده شي مشاكل مع شي حد او كيتخاصم مع شي حد؟ قال لهم والله ما نعرف، راه كيتخاصم مع كلشي. هنا جدارميه غيبقى لهم الشك بدوك الزوج ديال الجزاره، لحقاش هما اللي كانوا اخر مره هدوا التهامي بالقتل البارح. ولكن قبل غادي نرجعوا عند الطبيب الشرعي اللي كيقول بان التهامي تقتل مع ديك 9:30 ديال الليل اولا العشرة، وما سكران ما والو. الطعنات اللي تلقاو في الجسم ديالو تقريبا كلهم كانوا قاتله، وتقريبا حددهم الطبيب الشرعي بشي 40 طعنه. الطبيب الشرعي كيقول ملي ما كاينش شي مقاومه من طرف الضحيه، ما لقاو لا خلايا جلديه تحت الاظافر ديالو ولا والو. هنا غادي نرجعوا لهذا التوقيت ما بين 9 و10 ديال الليل. في كانوا دوك الجزاره بجوج. هذوك الجزاره لما جابوهم فرقوهم على بعضياتهم وبحثوا معاهم، وكانوا مزوجين وعندهم ولادهم. كيف قال لك اسيدي حنا خدمنا مع داك السيد واتفقنا معاه النهار الاولاني باش ما يخصصش معنا الهضره وما يطيحش منا، وبقينا خدامين. واحد الوقت جا عندنا بقى كيسب فينا، حنا ما رضيناش، شبعناه بالمواس، وكيعترفوا بانهم كانوا هازين المواس في يديهم ديك الساعات. هنا جدارميه قالوا لهم انتم كنتوا كتهدوه بالقتل وعلى مسمع الجميع، وقلتوا اليوم ولا غدا غادي تصفيوه عليه. قال له اسيدي حنا كنا في ساعه الغضب، قلنا له حنا غادي نقتلوك، ولكن حنا ما قاتلينوش، كانت هي هضره ودايزه. قالوا لهم الليله الفلانيه ما بين 9 و10 فين كنتوا؟ هاد جوج الجزاره كيقولوا بانهم كانوا في ديور، وجابوا الوالدين ديالهم وجابوا الزوجات ديالهم، لحقاش هاد الناس هادوك كيكونوا مسوجين وساكن مع والديهم. جابوهم بحثوا معاهم، قالوا الدار في هاد الوقت هادي كانوا في الديور ديالهم، لانهم كيجيو بكري وكينعسوا بكري باش كيفيقوا بكري وكيمشيو للخدمه. قالوا لهم ياك نتوما ما بقيتوش خدامين مع هاد السيد، شنو الخدمه غادي تخدموا؟ قال لك يا سيدي حنا بصنعتنا، حنا كنخرجوا للسوق، واحد كيعطينا الدواره، واحد كيعطينا الراس كنصاوبوه، المهم كندبروا على راسنا، كنفيقوا بكري.
وراه هاد السيد واخا ما بقيناش خدامين معاه، راه حنا كنقلبوا على خدمه وكنمشيو هنا نمشيو هنا. المهم جايب رزقنا. بحثوا معاهم، مشاو معاهم حتى لديورهم، قلبوهم، قالوا ما ربما يقدروا يلقاو شي اداه الجريمه ولا يلقاو شي اثر ديال الدم او شي حاجه بحال هكا. لقاو عندهم شي مماسمه كبار في ديورهم، بقاو كيقولوا لهم حنا راه كزاره وراه طبيعي يكون عندنا المماس والمنقذ والمبرد، راه داكشي اللي كنخدموا به، ولكن شي حاجه اللي كتورطهم في هذه الجريمه ما كايناش. غادي نرجعوا شويه للور وغادي نبحثوا في الحياه ديال خديجه. خديجه بنت المدينه وكانت مزوجه في الاول بواحد السيد الاسم ديالو السي علال. وهاد السي علال كان في العمر ديالو تقريبا شي 70 سنه، مزوج جوج عيالات، وهاد جوج عيالات ولد معاهم تقريبا 14 ولد، منهم بنات ومنهم رجال. السي علال كان عنده الفلوس، السيد لاباس عليه، وبلي ما راه كان هاد السيد هذا كيزرع وكيبيع الكيف، كان كيهبط للمدينه اليوم غدا اليوم غدا، وهو يتلاقى مع خديجه. الوقت اللي تلاقى مع خديجه وعدها بالزواج وتزوج بها، والوقت اللي تزوج بها جابها للفيلاج وسكنها، ولكن هو كان عنده السكن في واحد الباديه في التشار كيف كنقولوا بعيد على الفيلاج شويه، وتما في ساكنين الزوجات ديالو بجوج والابناء ديالو ب14. والوقت اللي جاب خديجه شرا ليها الارض في الفيلاج وبنى لها بحال الشكل ديال الفيلا، عاوتاني زاد شرا شي اراضي وغادي تولي عنده تما تقريبا فيرم. خديجه شافت با على لاصق فيها ديال بصح، وبدات كتطلب ليه يكتب له الفيرما، يكتب ليها الفيلا، وكتب ليها دوك جوج محلات ديال التكزات والسوق، وكتب ليها حتى شي اراضي. الوقت اللي ولدت مع حمزه صافي السيده ولات كتورث. السي علال كان كل مره كان كيجي عند خديجه كان كيفضل خديجه على العيالات ديالهم بجوج، عيالات بجوج ما كانوش كيرضاو، وهنا غادي يحرضوا الابناء ديالهم، كانوا كيجيو مورا الاب ديالهم وكانوا كيجيو عند خديجه وكيهضروا مع خديجه كيقولوا لها شوفي با راه ما بقاش كيجي عندنا وكذا، خليه يجي عندنا شويه. خديجه بقات كتقول لهم انا راه ما عندي ما ندير ليه، بغى يمشي. المهم اليوم غدا بقاو على هذا الحال. صافي من تما السيد ما ظهرش، ولادو شافوا بان الاب ديالهم ما بقاش كيجي، هبطوا عند خديجه عاوتاني. قالت لهم انا راه من النهار الفلاني ما شفت باكم، ما جاش لعندي كاع، ومن ذاك النهار راه كيسحب لي يمشي عندكم. بقاو كيقولوا لها حتى حنا راه ما جاش عندنا. السي علال كان كيكون معاه واحد السيد، وهذا السيد هذا كان هو الدرع ديالو اليمين، وهذا السيد ما كانش كيخدم معاه وانما كان كيتستر عليه. هذا السيد هذا هو التهامي اللي مزوج بخديجه، كان هو الدرع ديال السي علال. فين ما مشى السي علال كيدي معاه التهامي كيف ما قلت لكم ماشي ولد المنطقه، جا من واحد المنطقه اللي بعيده وجاي يخدم هنايا وخدموا السي علال. الخدمه ديال التهامي كان كيتستر على السي علال مع عيالاته. مثلا كيجي عند الزوجه الاولى كيبقى يقول لها انا راه كنت في بلاصه الفلانيه كنا خدامين ولا شي لعيبه بحال هكايا، والتهامي كان كيحلف بلاصتو كيشهد راه حنا كنا خدامين في كذا وكذا. كتجي الزوجه الثانيه عاوتاني كذا وكذا هو كيشهد معاه وكيحلف. كيف قلت لكم السي علال ما ظهر ليه اثار، وكاين اللي كيقول بلي شي عصابه اختطفاتو الحقاش كان كيبيع ويشري في الكيف وداك الشيء، والسيد اختطفو. داروا بحث لفائده العائله، قلبوا مزيان ما خلاو حتى بلاصه. السي علال ما ظهر ليه اثار بحدود الان. لما السي علال ما ظهر ليه اثار خديجه دوزت واحد الفتره وهي تطلق منه بقوه القانون. السيد ما ظهرش، بقات معلقه، ما مزوجه ما مطلقه، بقات كتقول اللهم نطلق. السيده طلقت منه، الوقت اللي طلقت منه غادي تزوج بالتهامي. هنا غادي تبنى واحد الطريق واحده اخرى في البحث. التهامي مهما تزوج بخديجه وهذوك الاملاك اللي كيتصرف فيهم هما ديال السي علال وكتبهم لخديجه، ويقدروا ولاد السي علال ما رضاوش وقتلوا التهامي لانه كيتصرف في الاملاك ديال باهم. هنا غادي يجيبوا ولاد السي علال باش يبحثوا معاهم. قال لك سيدي حنا الاب ديالنا راه مده طويله باش غاب، حنا راه ما عارفينوش فين مشى، حنا صافي قطعنا ياسنا منه لانه ما غاديش يرجع. جا دارمي قالوا لهم نتوما اللي صفيتوا التهامي حيت هو اللي كيتحكم في الاملاك ديال باهم. قالوا لهم لا سيدي حنا هاد الامور هادي ما دخلناش فيها اصلا، واخا نبغيو ندخلوا فيها اصلا داك الشيء مكتوب باسم خديجه، وكاع هادوك الاملاك اللي عندها راه في الملكيه ديالها، واخا نقتلوه راه ما غنستافدوا والو، راه هي اصلا كتورث معانا. الا عندنا شي حاجه اخرى مازال ما قسمناهاش راه تدخل معانا وعاد تورث معانا. بحثوا معاهم هذيك الليله فين كانوا، اي الليله ديال المقتل التهامي، فرقوهم على بعضياتهم، منهم بنات منهم دراري، كلشي مزوج. الامناء ديال السي علال لا بنات ولا دراري كلهم مزوجين من غير حمزه ولد خديجه، هذاك باقي صغير ما مزوج. وهذوك 14 ديال الاملاك كلهم بحثوا معاهم في كنتو ديك الليله الفلانيه، كل واحد بوحدو، الاخر كيقول انا في كونت، الاخر كيقول انا في كونت، الاخر كيقول انا في كونت. المهم بحثوا معاهم كلهم وكلهم عندهم حجه غياب، اذا ماشي هما، والبحث ما عطى حتى شي نتيجه.
اذا التهامي هذا شكون غادي يكون صفاها ليه؟ وفي نفس الوقت فين هو السي علال؟ فين غادي يكون؟ ناضو كيبحثوا ورجعت المسطره من جديد ديال السي علال. هنا غادي يجيبوا حمزه ويبحثوا معاه. قالوا له شوف حنا غادي نبحثوا معاك انت غتحاول تختصر لينا. دابا حنا عارفين بان الاب ديالك هو السي علال والاب ديالك مده هادي ما ظهرش. واش انت عارف فين كاين؟ قال لهم لا انا ما عارف والو. العناصر ديال البيجي كانوا كيبحثوا مع حمزه كانه بحال شي دري صغير العقل ديالو مازال صغير. قالوا له دابا انت عاوننا واش انت عارف شي حاجه على الاب ديالك؟ قال لهم لا والو انا والله ما عارف شي حاجه. انا الوقت اللي الاب ديالي اختفى انا راه كنت باقي صغير. وبالفعل حمزه كان في العمر ديالو يمكن شي 13 عام ولا 14 وكيسمع بالاختفاء ولكن ما عارف والو. قالوا له بلاتي العلاقه ديالك بين الام ديالك واش كانت قبل او لا حتى اختفى الاب ديالك؟ قال لهم لا حتى اختفى الاب ديالي عاد زوجت بالتهامي. المهم عمقوا البحث مع حمزه ومع الاسف ما خداو حتى شي معلومه منه. هذوك الجزاره بجوج اللي كانوا حالفين في التهامي حتى هما عمقوا البحث معاهم وغادي يتقدم كل شيء للوكيل العام. السيد الوكيل العام كيشوف الملف باقي ما واجدش. غادي يطلق الزوجه والابناء ديال السي علال ودوك الجزاره بعدم متابعه. قال لهم سيروا بحالاتكم ما تعاودوش ترجعوا. ولكن حمزه غادي يطلقوه في حاله سراح مؤقت. قالوا له غادي نطلقوك ولكن الوقت اللي غنعيطوا لك خصك تجي والا ما جيتيش غادي نجيو نشدوك وغادي نديروك تحت الحراسه النظريه. وقت اللي بغيناك غادي نبداو نجيبوك. قال لهم صافي واخا فوقاش ما احتاجيتوني غادي نحضر. دازت واحد المده تقريبا ديال شهر على هذه الواقعه ولا جديد. تهامي ما عرفش شكون اللي قتلو وحتى من داك القراب اللي كان كيبيع الشراب حتى هو جابوه. قالوا هما ربما يقدر يكون شرب معاه هو وياه ويداز معاه. ولكن الطبيب الشرعي كيقول بان السيد ما كان سكران ديك الليله ما تناول حتى شي حاجه. وكذلك حتى القراب كيقول بان ديك الليله راه جا عندي وطلب مني الشراب وقلت ليه ما غاديش ندير لك. جدرني سولوه قالوا له علاش ما بغيتيش تبيع لي الشراب؟ قال لي راه مرتو كانت جات عندي واحد المره وبقات كتحلف عليا وكتقول لي الا بعتي لي الشراب ولا بعتي الشراب لراجلي غادي نجيب لك جدارميه. على هذا الشيء انا ما بقيتش كنبيع ليه. كيف ما قلت لكم دازت واحد المده ما بين شهرين على هذا الواقع. واحد الليله مع ديك الوحده ديال الليل خديجه كتجي لابريكاد وراسها مهري جايب بيجامه ديال الناس وكتغوت ودخلت لابريكاد. قالوا لها مالك يا فلانه شنو واقع؟ قالت لهم ولدي باغي يقتلني. كيقولوا لا مالك حماقيتي ولا مالك اش كتخرب بك؟ قلت لهم ولدي باغي يقتلني. قالوا لا شكون ولدك واش حمزه علاش غادي يقتلك؟ قلت لهم حمزه باغي يقتلني. قالوا لا كيفاش غادي يقتلك انت ما مضروبه ما والو واش كتحلمي ولا دايره شي مصيبه وجالسه تمثلي علينا؟ قالت لهم لا ولدي باغي يقتلني وراه هو اللي قتل راجلي التهامي. قالوا لا بلاتي رجعي لهاد الجهه نمشي في كرشك العجينه. مشاو للفيرما دخلوا لقاو حمزه لقاوه عادي شدوه جابوه داروا المينوط. السيد عادي مهدن ما داير حتى شي حاجه. الوقت اللي جابوه قال لهم انا راه ما عارف والو الام ديالي هي اللي مشات كتعوض وانا ما عارف شنو وقع ليها. هنا خديجه كتقول لهم واحد المعلومه قالت لهم بان هي الوقيته اللي مات راجلها التهامي وهي كتنعس في واحد البيت ولكن تما ما بقاتش كتنعس عاديه. جدرمي قالوا لا كيفاش ما كتنعسيش عاديه يعني قالت لهم انا كنمشي للناموسيه وكنجيب دوك المخايد وكتجيب شي مانطات عندها وكدير الشكل ديالها وكانها ناعسه وكتغطي داك الشكل ديالها زعما وكتمشي لواحد البلاصه وكتجلس في القنت. شهرين هي ما كتنعسش بالليل خايفه حتى لديك الليله كتقول بانه درت نفس العمليه ومشيت لواحد القنت وجلس. كتقول وشفت حمزه دايز وهز في يدو جنويه. الوقت اللي دخل البيت انا صافي تخلعت عاد راسي كنت انا تما كنصفاها ليا صافي خرجت كنغوت وجيت لعندكم. كانت هذه الافاده ديال خديجه كانت دايره هذاك الشكل ديالها بحال اللي ناعسه لانها عارفه شي حاجه ماشي هي هذيك. جدرمي يقولوا لا كيفاش انت كنتي عارفه بان الاب ديالك يقدر يدير لك هذا الشيء هذا اذا كاين شي حاجه تما؟ قالت لهم لا سيدي انا غير خفت. جابوا حمزه قالوا له علاش درتي هذا الشيء اللي كتقول الام ديالك؟ قال لهم لا سيدي انا ما درت والو. قالوا له اسمع الام ديالك راه ما غاديش تكذب عليك الام ديالك غادي تقول لها الحقيقه واش انت اللي قتلتي التهامي؟ قال لهم لا. زادوا عمقوا معاه البحث وزيروه. داز واحد الوقيته وهو يهضر. حمزه قال لهم الا بغيتي نقول لكم الحقيقه غادي تمشيو معايا للفيرم. قالوا له نمشيو معاك. علموا النيابه العامه عطاتهم الامر باش مشاو مع الفيرما مشاو نيشان لواحد البلاصه وقال لهم حفروا هنا. بداو كيحفروا بالحضور ديال الام ديالو خديجه. والوقت اللي كيحفروا لقاو واحد المطموره وهاد المطموره شنو هي؟ شحال هادي الناس كانوا كيجيو للاراضي ديالهم مثلا قدام الدار او وسط شي مراح او في شي بلاصه كتكون قريبه للدار
وكيحفروا بحال الشكل ديال البير، وهذيك كتسمى المطموره، وكيديروا وسط منها الزراعه وهذاك فين كتقيسوا السوسه. قال لهم حفروا هنايا، بداو كيحفروا تمايا حفر ويبان لهم واحد الشكل ديال البير، يعني هي ديك المطموره. الوقت اللي طلعوا لقاو داك الشيء غارق بزاف، وكتبان لهم واحد الميكا تمايا. غادي يجبدوا ديك الميكا، وهذيك الميكا كانت ثقيله باش يطلعوها. بداو كيتقاتلوا معاها حتى طلعوها. ما طلعوها كيلقاو فيها العظام ديال بنادم. طلعوا داك الهيكل البشري، علموا النيابه العامه عطاتهم الامر باش عاوتاني يدخلوا العناصر ديال التقنيه لمسرح الجريمه. جاو تما صوروا داك الهيكل البشري، تحالوا داك العظام على المختبر من اجل تحديد النوع ديال داك الهيكل البشري، واش جنس ذكر او انثى، وكذلك اسباب الوفاه، وكذلك التاريخ ديال الوفاه وسن الضحيه. هادشي هذا غادي يطول، خصوصا نتوما عارفين 1999 ولا في 2000 كانوا شويه مازالين معطلين، ماشي بحال دابا. الحمد لله كاين الادوات اللي هما مطوره وقدروا يوصلوا للجاني او الجنات 24 ساعه كاع. هنا بقاو كيبحثوا مع حمزه، قالوا علاش ديتينا لهاد البلاصه بالضبط. حمزه غادي يدوي يقول لهم اسيدي انا عمري ما كنت بحال هكا، انا كنت واحد الولد اللي هو نشيط ترونكيل، وكنت عزيز على الاب ديالي، كان كيجي كيشري ليا حلوى، يجيب ليا معاه المناضه. المهم كنت باقي صغير، كان كيجي عندي كيفرحني، ولكن انا شفت شي حوايج بانه ملي كيغيب الاب ديالي وكيمشي عند الزوجات ديالو الاخرين، تهامي كان كيجي، والوقت اللي كيجي كيدخل عند خديجه اللي هي الام ديالي، وكانت كتدخلو لبيت الناس. شفت كل شيء، اليوم غدا. مع الوقت بديت كنفهم شنو كيدير الراجل الغريب مع الام ديالي بيت الناس. خديجه كانت كتقول في راسها بان الدري 12 عام 13 عام ما غاديش يفهم. حمزه كيقول بلي انا واحد النهار كنت كنطلع من الشارجن ديال البيت ديالي، وشفت بان الاب ديالي بجلابه، وكيلاحظ بان الام ديالو مع التهامي كيهزوا الجثه ديال السي علال ولاحوها في المطموره. والغد اللي في الصباح لاحظت بان ديك المطموره جاو بداو كيقادوا في المحيط ديالها. من بعد ساقط الخبر بلي خوتي الاخرين جايين كيقلبوا على بوهم، وانا خفت على راسي وكنت مازال صغير، وقلت شوف راسي وسط عصابه اللي ما فيهمش الرحمه. نخليو حمزه جانبا ورجعوا عند خديجه. جابوا خديجه قالوا لها اش كاين باللي حمزه شنو قال، وهي اعترفت تلقائيا. قالت لهم سيدي جات الخبره ولا ما جاتش، دوك العظام البشريين اللي كاينين في ديك المطموره هما ديال الراجل. قالوا لا وعلاش قتلتيه؟ عرفنا بانه كان كيدخل عندك التهامي قبل ما تزوجي به. قالت لهم سيدي هذا هو السبب علاش قتلناه. في الوقت اللي كان كيجي السي علال وكيجي مع التهامي، تكونت واحد العلاقه بين التهامي وخديجه، وكانت كتشوف السي علال بانه العمر ديالو 70 سنه، راجل كبير، وكانت كتشوف التهامي بانه مازال صغير. ربطت علاقه معاه. ملي كيمشي السي علال لعند الزوجات ديالو الاخرين، هي كانت كتجيب التهامي عندها للدار. واحد النهار حتى كتفاجئ بان السي علال ما غاديش يسكن مع العيالات الاخرين، غادي يجي يسكن معها بصفه رسميه مع خديجه. هي شافت راسها بان هذيك الحريه اللي كانت عندها وكانت كتدخل التهامي ما غاديش تبقى عندها، هنا غادي تتفق هي والتهامي. قال لها صافي نقتلوه، ولكن فين غنديروه؟ هنا غادي يبقاو يفكروا في هذيك المضمون. هذيك الليله السيد جا كيف العاده، دخل لدارو غادي يتعشى مع خديجه، مشى لبيت الناس. التهامي كان غير تما في فيرما. يلا السيد نعس مع الراجل في العمر ديالو 70 سنه. السيد مشى دغيا نعس، هما يدخلوا ليه خنقوه. الوقت اللي خنقوه هزوه بالجلابه ديالو بالبلغه ديالو وبالعكاز ديالو ورموه في هذيك المطموره، وغطاو المطموره وكأن شيئا لم يقع. قتلوه، ما سيلوا لا دم ما والو، خنقوه ولحوه في ذيك المطموره. وهذيك المطموره ما كانتش معروفه، مطموره جايه في واحد الزاويه ما كانتش باينه، ولكن حمزه شاف داك الشيء وشاف داك المنظر وعقل عليه. وهنا الولد بحال اللي الا جا اكتئاب، بحال جا التوحد. السيد شاف داك المنظر، ما بقاش الولد اللي كان اكتيف، شاف الاب ديالو كيتقتل بديك الطريقه، عرف راسو بانه وسط واحد الوحوش ادميه. هنا كتقول خديجه بانه الوقت اللي انا صافي قتلت راجلي مابقاش عندي علاقه مع التهامي. دازت واحد المده، طلقت في غياب الزوج ديالي. الوقت اللي طلق دوز واحد الفتره وانا نتزوج بالتهامي، ولكن انا دابا الان باقا ما عارفاش شكون اللي قتل التهامي. هنا غادي نرجعوا لحال حمزه قال لهم انا اللي قتلت التهامي. قالوا له كيفاش قتلتيه؟ قال لهم اسيدي انا شفت كل شيء وعرفت بانه هو اللي قتل الاب ديالي وكيعنف الام ديالي من الفوق، وزياده على ذلك راه داير علاقه مع واحد السيده فلانه. كاين واحد السيده تما في فيلاج مطلقه والتهامي كان كيمشي عندها. هذيك الليله فاش خرج التهامي كنت موجد ليه. التهامي مشى عند القراب، ما بغاش يعطيه الشراب، هو يدوز عند ديك السيده، جلس عندها تقريبا واحد الساعه مكانه وخرج، وانا نتبعو. خليته حتى وصل الجهه ديال السوق، لحقاش هذيك هي الطريق ديالو باش يجي للدار، وانا نغفلو وبديت كنسدد ليه طعنا مور طعنا حتى مات. الوقت اللي مات زيد ديك الموس ومشيت بحالي دخل للدار عادي. كان عندهم واحد الفران ديال الطين كيقولوا له فران بورقله، حيد حوايجو وخشوهم في داك الفران وشال فيه العافيه
وحرقهم، وهذوك الحوايج اللي فيهم الدم حرقهم، ولبس حوايج عاديين، ودوك الموس غسلو ورجعو لبلاصتو. في الصباح كيف العاده خرج من السوق، عرف راسو بان الزوج الام ديالو مقتول، سمع داك الصداع مشى كيجري لعند الام ديالو وعلمها. جابوا ديك السيده اللي عندها علاقه تهامي، قالت لهم اسيدي بالفعل كيجي عندي وراه الليله الفلانيه جا عندي واعترفات بداك الشيء. هنا اللي قتل السي علا اللي هي خديجه والتهامي غتسقط عليه المتابعه لانه تقتل. خديجه غادي تتابع وغادي تحكم بالعقوبه ديال المؤبد بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واخفاء الجثه. اما بالنسبه لحمزه غادي يراعيو الظروف ديالو وشوفوا بان السيد بحال الاحمق من داك البشاعه ديال الجريمه اللي شاف، وغادي تحكم بعقوبه ديال 20 سنه السجن النافذه بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. متابعينا الكرام، كانت هذه القضيه اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منها وخذيتوا منها العبر والاستفاده. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. كيف كنقولوا في النهايه الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله.